كل أسرار الغريبة الناعمة الدايبة هتلاقوها في الفيديو ده. أسهل نواعم ممكن تعملوها من نواعم العيد هي الغريبة. المقادير بتاعتها بسيطة وسهلة جدا، 3 مكونات وبس. لو اتعلمنا ازاي نضيفهم على بعض بطريقة مظبوطة، وكمان لو عرفتي قوام العجينة الصح، عمرها ما هتفرش منك أبدا ولا هتبصم ولا هتشقق. بجد هتاكلي أحلى غريبة، ناعمة ودايبة ومستوية صح، واللون بتاعها فاتح كده والسكر بتاعها مظبوط جدا. انا مي، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. وكمان هقولكوا على مكون سري المحلات بيضيفوه، المكون ده بيخليها غنية وطعمها حلو جدا. الطريقة بقى الأصلية للغريبة اللي اتعودنا عليها، مقاديرها ثابتة وسهلة بجد تحفظوها. كوبايتين من الدقيق الفاخر، دي اللي هو كل الأغراض العادي، ولو متوفر عندكم دقيق كحك وبسكوت طبعا هيكون أحسن. عليهم كوباية من السمنة تكون ساقعة، وعليهم نص كوباية من السكر البودرة يكون منخول. كمان هحتاج رشة من الملح وفانيليا. معايا هنا بقى السمنة لازم تكون ساقعة جدا، نخرجها كده من التلاجة قبل ما نشتغل بيها. طبعا الغريبة بتحب ان السمنة تكون نوع حلو، لان يعني هي عبارة عن يعني سمنة وسكر، فالطعم بتاعها بيظهر فيها قوي. لو سمنة بلدي هتبقى معاكي طعم وريحة طبعا في منتهى الجمال. لكن لو مش متوفر عادي، يعني مشي حالك كده واشتغلي بأي نوع وإن شاء الله هتطلع زي الفل. ببتدي بقى أضرب السمنة بالمضرب حوالي 5 دقايق كده لحد ما تتحول للون الأبيض، يكون كده فاتح، والقوام كده يتقل بالشكل ده ويبقى كريمي. بعد كده بنزل عليها بالسكر البودرة، والسكر يكون منخول كويس جدا. اكمل بقى ضرب السمنة مع السكر، وتعرفوا بقى ان انتوا ضربتوها كويس لما تبتدوا يعني تلاقوها كده بالقوام ده تقيل، واللون بتاعها فاتح وعامل زي الكريم شانتيه كده. اثناء بقى ما انا بضرب ببتدي ان انا انزل الجوانب، بكرر الموضوع ده كده 3 مرات ولا حاجة، عشان اتأكد ان كله ضرب كويس وكل الخليط معايا يبقى بنفس القوام. بعد كده ضفت نص معلقة صغيرة من الفانيليا. ودلوقتي بقى هبتدي انزل بالدقيق. نزلت بكوباية دقيق ورشة ملح، وكمان نزلت بنص الكوباية التانية، وسبت النص التاني على جنب. نيجي بقى للمكون السحري اللي هيخليها تحفة وهيديها ريحة وطعم، وبجد بتبقى غنية كده. هو اللبن البودرة، لو متوفر عندك زودي منه حوالي معلقتين. كده العجينة لسه طرية، فنزلت بالنص كوباية الباقية وهرجع اقلب تاني. في المرحلة دي بقى هتختبري العجينة بالايد النظيفة. لو لقيتي العجينة ملزقة وطرية زيادة هنبتدي نزود دقيق، معلقة كده بمعلقة، عشان يعني العجينة ما تنشفش منك. ونقلبها بقى كويس. انا هنا زودت معلقتين لان القوام كان طري قوي معايا وملزق جدا، كده مش هعرف اشكلها خالص ولا اتعامل معاها. قلبت الدقيق بقى كده فيها كويس، وكده العجينة بقت مظبوطة معايا وزي الفل. خدت حتة عجين كده، وايدي طبعا لازم تبقى نظيفة زي ما قلتلكوا، وبدأت اكورها وانعمها في ايدي كده، واضغط عليها بقى من النص. مفيش اي تشققات، يبقى تمام. كده العجينة بتاعتنا خلاص مظبوطة. احسن حاجة نشكلها وهي ساقعة، عشان بمجرد ما بنمسكها ونكورها السمنة بتسخن من حرارة الايد وبتسيح، وطبعا بيبقى صعب نتعامل معاها. بندخلها بقى التلاجة قبل التشكيل حوالي نص ساعة اقل حاجة، وبعد كده ببدأ اشكلها. لما بتطلع من التلاجة ببتدي ان انا اطريها بايدي كده شوية وانعمها واشكل فيها بقى على طول. كده قوامها بيكون اسهل كتير. بشكلها بمقاس صغير كده حوالي 12 جرام لو بالميزان، او ممكن تعمليها بمعلقة معيارية او بالنظر كده. المهم الاحجام تبقى قريبة كده من بعض عشان التسوية بتاعتها تبقى مظبوطة. بعد كده ببدأ ازينها. طبعا بقى في اشكال والوان كتيرة من اللولي ده. ممكن بقى تحطوا مكسرات، فستق، لوز سوداني، اي حاجة انتوا عايزينها. انا بوزع كده الفستق عليها من غير ما بضغط جامد، يعني يا دوب بثبت الفستق كده على وشها. عشان بقى تبقوا واثقين في النتيجة قبل ما تشكلوا، جربوا تعملوا اختبار لواحدة او 2 ودخلوهم الفرن وتشوفوا التسوية بتاعتكم. لو فرشت، يعني حتى لو العجينة كانت باردة قبلها وطالعة من التلاجة، يبقى كده محتاجة معلقة من الدقيق. نزود ونقلب كويس ونرجع نختبر تاني. لو شققت يبقى حاجة من الاتنين، يا الفرن عالي او تكون محتاجة معلقة كمان من السمنة. نقلبها فيها كده كويس نبتدي نشكلها.
بعد بقى ما بشكل الصاج بدخله حوالي ربع ساعة كده التلاجة على ما اسخن الفرن بقى كويس. الفرن بسخنه على درجة حرارة 140 او 150. تبقى احطها في الفرن اللي في النص، ولازم اتأكد ان الفرن خلاص بقى سخن قبل ما تدخل، عشان لو دخلت على فرن بارد هتفرش معاكي. طبعا زي ما انتوا عارفين بتكون بيضة من تحت ومن فوق، مش بتبقى واخدة لون ولا بنفتح الشواية ولا اي حاجة. فعشان الأرضية بتاعتها تبقى بيضة وما تنشفش منك، حاولي تخليها في الرف اللي في النص أو فوق اللي في النص كمان. هتاخد في الفرن من 10 ل 12 دقيقة، أقصى حاجة 15 دقيقة، ما تزوديش عن كده عشان ما تنشفش منك، ولا بتبصم في الإيد ولا أي حاجة. شايفين بقى الشكل من تحت والمسامات الموجودة دي دليل إنها يعني تحفة ومش مكتومة وناجحة جدا، وفي نفس الوقت طرية وناعمة. عايزة اقول لكم يعني الغريبة الحلوة ما بتقطمش خالص، تلاقوها كده بتدوب في البق على طول. طعمها بجد تحفة جدا وبتدوب في البق. جربوها بنفس الطريقة والمقادير دي وانا متأكدة انها هتعجبكم قوي. ضيفوا الدقيق واحدة واحدة، ممكن ما تحتاجوش تزودوا زي ما انا زودت طبعا عشان انواع الدقيق بتختلف. اهم حاجة لما تطلع من الفرن بنسيبها تبرد تماما قبل ما بنلمسها او نحركها من مكانها عشان ما تتكسرش منك او تبصم. ما شاء الله مقدار يعني كوباية سمنة بيطلع معاكي كمية حلوة جدا، ولا فرشت ولا شققت ودايبة جدا. اتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وكمان تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله.